قصتنا النهاردة بتحكي عن ست عمرها 88 سنة اسمها الحاجة كاملة. طلعت على المعاش وطبعا اتجوزت 3 أولاد والكبير فيهم بيجي يسأل عليها. طبعا مقيمة في محافظة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة. الناس بقى المصريين عارفين أنا بقول إيه كويس. طبعا الست دي الغلطة الوحيدة اللي عملتها في حياتها انها قامت تفتح باب الشقة بس. هو ده الذنب الوحيد اللي احنا عملناه في حياتنا، ان باب الشقة يخبط فنروح نفتح لحد ما نعرفوش، ودي اللي نهت حياتها. يا حلوين، الست كانت عايشة انسانة جميلة وست كتير بسيطة، وكانت بتراضي عباد الله وبسم الله ما شاء الله كمية الذهب اللي عندها. وكانت من حسن النية كانت بتقبض 12,000 جنيه معاش، وكانت بتقول للجيران ان هي بتاخد معاش 12,000. ما تعرفش ان احنا لما ندخل الناس حياتنا دي اكبر غلط، ان انت تقول لحد انت بتقبض كذا او بتجيب صيغة كذا او بتعمل كذا. وكانت قاعدة في عقار ايجار قديم، وكانت تلم لصاحب البناء العقار الايجار وتديهوله، ومتدخله في الناس وبتحب تراضي عباد الله، واللي محتاج فلوس سلف كانت بتديها له، وكانت بتفكر في كل حاجه خير انها تبسط عباد الله الصالحين الطيبين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حشوتوا حشوني يا احلى جمهور بيدعم الست المصريه. الناس اللي بتحب هناء الاسطوره تنزل تصلي على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، لان لو صلينا كده هتلاقي النور نور كده وبتفجد في وشي بامر الله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي سيدنا محمد بن عبد الله. هنوطي الاضاءه سنه عشان الناس اللي بتشتكي بتقول يا اسطوره العالم العربي يا ريت هناء الاضاءه تتوطى. اهي اتوطت في وشي زي ما انتم شايفين كده. المهم يلا انزل كده صلي على حبيبك اللي هينزل يتشفع لك يوم الايام. انزل بقى بسرعه صلي على حبيبك عشان ينزل اكيد يتشفع لك، لان انت لو صليت عليه هينزل يصلي عليك. طيب النهارده قصتنا النهارده بتدور على حاجه واحده بس، الشبهه الجنائيه. بس قبل اي حاجه انزل يلا ارزع اللايك احلى اسطوره. هنقول كلمتين محشورين، ما انتوا عارفين ما اقدرش انام. المهم احنا عندنا طالعين لايف النهارده. النهارده ايه هناك؟ استنى اما افتكر النهارده ايه. النهارده ايه؟ التلات. النهارده التلاتة حلوين. انا بقالي يومين ما اشتغلتش والله العظيم. يوم السبت اللي فات يا واد طلعوا العسل كده. اسطورة العالم العربي مميزة بالعسليات والسكريات عند مصر ومن الدنيا. المهم النهارده احنا طالعين لايف على التيك توك. الناس بقى اللي بتتشرف بهناء هتنزل تخش معايا لايف بسرعة على التيك توك. ليه بقى يا هرم؟ حكي هقول لك انا يا رب. لان انت لو نزلت دخلت معايا لايف هكون مبسوطة وسعيدة واسعد واحدة في الدنيا. حاجة تانية، كلمتين اللي محشورين ايه هناء جوه. في واحد بيقول لي البسي شفاف، ماشي الله اكبر عليك يا رب. والتاني بيقول لي البسي بنطلون، والتالت بيقول لي يا ريتك تخليها عباية سمراء. حد عنده حاجة تانية عايز يقولها لي؟ اللي عايز حاجة ينزل يقولها لي بسرعة عشان انزل احققها له. مين عنده كلمة ينزل يقولها؟ ماشي خلصت كلامك يلا؟ اسمع بقى يلا، اسمع يلا. انا هناء الاسطورة. لو ما تعرفنيش انا هناء. الناس اللي ما تعرفنيش الجديدة انا هناء الاسطورة. بقالي 5 سنوات بشتغل على منصة اليوتيوب. واللي ما يعرفنيش برضو انا هناء الامبراطورة. واللي ما يعرفنيش برضو انا هناء هرم مصر. يعني بنت مصر وبمثل مصر. معاش ياض اللي يقول لي البسي واقلعي. انت مين انت يالا عشان تقول لي؟ مين انت عشان تمشي كلامك عليا وتقول لي البسي بنطلون؟ ما انت ممكن تلبس مامي. ممكن تلبس مامتك بنطلون. وبالنسبه للشفاف ممكن تلبس مراتك لانها دي ملكك وحلالك. ممكن تقول لها حبيبتي يا زوجتي العزيزه بليز يا حبيبتي يا مراتي. ممكن النهارده يا مراتي مثلا تلبسي لي شفاف وتكوني اجمل واحده في العالم. اكيد عادي، انا موافقه يا حبيبه البس لك اجمل حاجه في حياتي. دي مراتك حلالك ملكك. والتاني البسي لي بنطلون. ممكن تقول لي ماما يا ماما. ممكن يا اما تلبسي لي بنطلون. ممكن اما تلبس لك
اما انا البس لك انت ولا عباية سودا؟ ماشي. اما يا ماما ممكن تقول لها ايه؟ يا حبيبتي يا زوجتي يا البسي عباية سودا هنا. حاضر. برضو ممكن تقول لماما تجيب لها حتة عباية كده بتاع البت الاسكندرانية، تقول لها حبيبتي يا زوجتي العزيزة او يا امي. بس متهيألي اللي هتنفذ لك كل طلبات. ممكن تقول للحلوة زوجتك تجيب لك حتة عباية لف كده وتربطها لك وتقول لك انا حتة بنت اسكندرانية، تشوفني تقول ايوه. وطبعا المصريات معروفين عسليات، ما بيتقارنوش باي ست. ممكن تقول لها حبيبتي البسي لي الحته السوداء، او يا حبيبتي يا زوجتي العزيزه تلبسي لي شفافه، دي زوجتك حلالك يلا. اوعى اشوف واحد فيكم يعدي الحدود معايا. انا بنصح نصيحه لوجه الله، بلاش تخسروني وبلاش تخلوها تهب عليا، عشان لما بتهب بتبقى ايه. المهم يا حلوين، المعلومه بقى اللي عايزين نضيفها، احترموا نفسيكم، احترموا نفسيكم، لان انت لو احترمت نفسك اصلا كده كده الناس ايه هتنزل يد تحترمك. اما اللي ما احترمتش نفسك منين الناس هتحترمك يا روح امك؟ خليك انسان محترم زي ما انا محترمه معاك. انزل خليك مؤدب ومتربي وابن ناس محترمين. من احترم الناس يا بطل، فالناس نزلت احترمته كده وحبته. كمل يا هاني كمل. المهم يا حلوين، خلينا في قصتنا. انزل ارزع اللايك. استنى باشا البتاع اتفك. انزل ارزع اللايك لاسطوره العالم العربي. تحط بس لايك كومنت حلو. ليه بقى؟ ليه؟ لان الاسطوره دي شقيانه وتعبانه وست بسيطه كده، مصريه عسليه سكريه عند مصر ومدة. الناس بقى اللي ما بتحبنيش تنزل تحط ديسك لايك، والناس اللي بتحبني هتنزل تقدر الاسطوره وتقول لها هنا انا بحبك ورحمه ابويا وانا بحبك. بقول لك قدرني يا صاحبي، تنزل تتقدر. طول ما انت بتقدرني اشيلك على راسي من فوق. فيها اما كل انسان محترم. في واحد مؤدب جدا جدا، كانت كل ما يشوف خلقتي على اليوتيوب يكتب لي تعليق واحد بس، الله اكبر على عينيه، يقول لي الله يحرسك من العين ومن الحسد ويحافظ عليكي. والله العظيم انت راجل عسل. تحيه واحترام لاي دوله إن كانت. اهل المغرب الناس اللي ما غلطوش فيا، اهل العراق طبعا، اهل السعوديه واهل الكويت واهل قطر، كل الناس، واهل الجزائر واهل ليبيا، تحيه وتقدير من الست بنت البلد المصريه لكل الدول المحترمه اللي ما هنوش هناء ولا غلطوا فيها. حاول تخليك مؤدب وانسان مهذب كده عشان احبك يا ولد. طبعا تقول لي هناء الله اكبر على عيونك. اقول لك انت بقى الله اكبر على عيونك. حط لايك بقى وكومنت حلو قبل ما ارجع. وبعدين الحاجة كاملة طبعا كانت ست كتير. الست اللي احنا بنحكي عنها دي كانت ست كتير بسيطة. كان في ولد اسمه فتحي قاعد مع امه واخوه، والده متوفي، وطبعا كان بيعشق الادمان، والادمان بيجري جوه دمه. سواق سرفيز ميكروباص على الخط، فالحاجات دي بيتعرض الادمان والبودره والهيروين والحاجات دي. المهم صاحبنا عمل ايه؟ امه كانت قاعده فوق، كانوا ساكنين في منطقه قريبه اسمها منطقه باشتين. المهم حطوا لايك دلوقتي وكومنت حلو. وبعدين يا هناء طبعا كانت كتير ست محترمه. وبعدين جم سكنوا كده شويه زي سنتين. وبعدين فتحي ده شاف مكان تاني هو ووالدته يقدروا يعيشوا فيه. ما كانتش منتظرة النهاية يا حلوين. طيب النهاية بقى يا أسطورة، النهاية إن احنا طبعا يا حلوين الولد بعد ما عزل اتصل بصاحب العقار وقال له أنا نسيت إيه؟ في سجادتين نسيناهم فين؟ في وسط البيت. المهم الراجل قال له ماشي، فبلغ الناس كلها السكان يا حلوين ان في سجادتين اتسابوا فين؟ في وسط البيت. وبعدين تلف الايام اني صاحبنا ابنها كان بيجي يقعد معاه يومين بس في الاسبوع عشان خاطر زوجته واولاده والحاجات دي.
بعد كده ابنها اسمه وليد، طبعا كان بيتصل بيها يوم بعد يوم، هو الكبير كان بيحب امه جدا، هم كلهم متجوزين، كان مرتبط بالست امه اكتر حاجه في الدنيا، انه بيحب امه كتير، ما كانش فيه حاجه في حياته سبحان الله غير امه اللي هو بيحبها. طبعا الولد راح اشترى تذكره بودره اللي اسمه فتحي، وطبعا ليه الفلوس الحمد لله والشكر لله، الفلوس شطبت من اشكاله. المهم الولد ده كان عارف كل حاجه عن الحاجه كامله من كل خطويها من الالف للياء، وللاسف خبط عليها الساعه 9 مساء بتوقيت مصر، قال لها ايه؟ طبعا عادي يعني الكاميرات برضو شغاله. مساء الخير يا حاجه، قالت له مساء النور يا فتحي. الخير يا فتحي، بيقول لها مساء الخير يا حاجه، قالت له مساء النور يا حبيبي تعالى. طبعا قال لها يا حاجه ايه؟ انا جاي اشيل عندك السجادتين عشان مش هينفع اخدهم من المكان، ما اقدرش امشي بيهم مواصلات. المهم قالت له ماشي يا حبيبي، انا تعبانه هستريح لان الست دي 88 سنه، انا استريح وانت خش ايه شيلهم جوه. المهم دخل اول واحده يبص للاسف على الكومودينو ولقي 600 جنيه مصري. 600 جنيه مصري يعني معدل $12، عشان الناس برضه اللي مش فاهمه يعني ايه 600 جنيه مصري. المهم للاسف راح موطي واخدهم بسرعه وحطهم جوه في جيبه، وبعد كده دخل السجاده بيراقب عمال يبص شمال يمين، راح دخل بسرعه على غرفه النوم، راح حاطط ايده الشمال على رقبتها وايده اليمين على نفسها. الست بقت تكون لدرجه انها بتشده، العبايه اتقطعت من على صدرها، اتقطعت من هنا، وهو التيشيرت بتاعه مقطوع. للاسف كانت جنبها عصايه فيها مسمار، لما تعوز تجيب حاجه العصايه طويله تشد بالمسمار لانها الحركه بتاعتها بسيطه. المهم لو انت بتحبني زي ما انت بتقول هتنزل تحط لايك لاسطوره العالم العربي بأمنية تحية. المهم للاسف طبعا ابنها كان بقاله يومين ما جاش، وبعد ما جه اكتشف حاجه غريبه. ابنها جه اكتشف حاجه ما كانتش تخطر على بالنا، ليه الانوار كلها متطفيه ودي مش عادة امه. جه على الساعه 1 الظهر 2، طبعا ماما مفيش، نور الانوار مفيش صوت، مفيش حد بيرد عليه. امه اللي كانت بترد عليه مفيش، هي بتقوم بدري من نجمه من الساعه 6 صباحا بتوقيت مصر عادي كالعاده، بتقوم تفطر والكلام ده كله. دخل ليه امه لابسه عبايه ولقي شنطه، يعني الغبي خرج ونسي التيشيرت بتاعه المقطوع، كان لابسه تحت القميص ونسي التيشيرت والجلابيه في قلب شنطه. طيب برافو. المهم قعد الواد يزعق ينده امي ويصرخ ويعيط امي. الناس اتلمت كلها على صرخه مين؟ والله العظيم واد ابن حلال. المهم للاسف الناس كلها اتلمت على الصرخه بتاعت ابنها. المهم طبعا المباحث بلغ الشرطه، المباحث جت بسرعه عشان ترفع البصمات والكلام ده كله. اكتشفوا له تيشيرت في قلب الريسبشن على كرسي الانتريه في قلب الشنطه والكلام ده كله. فرغوا الكاميرات قدام العماره، لقوا اخر شخص نزل الساعه كذا وكان موجود الساعه كذا. طيب مين الشخص ده؟ عملوا تحريات. الشخص ده اسمه فتحي وكان ساكن هنا، عمره 22 سنه، وطبعا عزل من المكان. بس عايزه اسالك سؤال، بس يلا حطوا لايك دلوقتي. بس عايزه اسالك سؤال، هو ده عشان نأمن للناس من امنك لا تخون ولو كنت خاين؟ المهم طبعا دي ست كبيره عمرها 88 سنه وكانت عايشه لوحديها يعني، فيها المطمع وليه على نياتها كده تقول للناس انا باخد 12,000 جنيه.
انا باخد 12000 جنيه طبعا معاش الطمع، فاهمين؟ في ناس مش لاقيه تاكل عشان تبقى. الواد ده طبعا الناس اللي بتشد بودره والهيروين والحاجات دي اصعب حاجه، اصعب مرحله بيوصل ليها، بعد كده بيموتوا اصلا. عملوا تحريات لو ان فتحي ده اخر واحد، هو كان سايب العقار بقاله اسبوعين، يعني عزلوا من المكان. ايه اللي جابه بقى؟ المهم طبعا وخدوا البصمات، وطبعا للاسف صاحبك ايه بقى، خد له شويه ذهب، عارف يبيعهم مروع على العمليه على نفسه، وليه 20000 جنيه مصري، وراح جاب له 20 تذكره بودره. صدقوا حلوه. المهم صدق جاب له 20 تذكره بودره، قال لك روق على نفسي، وراح ركب وراح ايه اسكندريه، بس اتقبض عليه في العمريه في قسم الشرطه. ليه هرم مصر اتقبض عليه؟ لانه ماشي من غير بطاقه. طبعا اتقبض عليه تحري، وطلع على ذمه القضيه، يعني تحري مفيش اي مشكله ولا اي شبهه جنائيه. المهم رجع تاني للاسف، راحوا قبضوا عليه المباحث بتاع قسم شرطه بولاق، قعدوا يسالوه يتكلموا معاه بكل صراحه كده وبكل صدق. طبعا ما استكفاش بقى، قال لك انا ربنا اداني ثروه فلوس، هتعملي بيها ايه هنا ثروه الفلوس؟ راح جاب له 20 تذكره بودره. بس عايز اسالك سؤال كده، لو ايه، لو انت مكانه ربنا اداك 20000 جنيه مصري، طبعا التذكره ما تعديش خالص ال1000 جنيه. لا التذكره ما تعملش الرقم اللي احنا بنحكي عنه ده. المهم هو خد الفلوس، قال لك راح اصيف وهي جات لي كبشه فلوس، ومحدش هيهرش ايه، محدش هيهرش الجريمه يا حلوين. بس ده تفكير اصلا كله غلط في غلط. بعدين الصراحه هو اعترف، السلام عليكم وعليكم السلام. انت ايه اللي حصل؟ قال لي يا فندم انا كان في سجلتين وانا قلت اطلعهم، بس انا كانت الفلوس خلصت، اخر تذكره جبت بيها، فطبعا انا عارفه ان الست دي مرتاحه ماديا ومعاها فلوس ومعاشها كذا وكذا وكذا، وكانت ست طيبه وبتراضي الناس. طب قال له اه. وبعدين بيحكي للمحقق الشرطه، وانا بصراحه اللي عملت كده قلت ايه، مني الف شات فلوس، ومني ايه، ومني اجيب مزاجي واشتري الكيف بتاعي. انا رحت يا فندم دخلت عليها، مثل الجريمه بالظبط، دخلت عليها لقيتها ايه، فتحت لي الباب عادي، قعدت ابص لقيت 600 جنيه. قلت اما في بره 600 جنيه امال جوه هيبقى في كام؟ رحت ايه، انا بشدها كده، رحت العبايه اتقطعت، جبت عبايه بني من الدولاب ورحت ملبسها لها عشان البسها لها عشان ما فيش حاجه تتكشف، وقلت مش هيبان الشبهه الجنائيه. ايه اللي حصل الكلام ده كله؟ المهم يا ابطال العالم العربي، يا ريت تيجي على كده يا حبيبي، لا ما استخفناش. وبعدين قال لك ايه، قال لك وانا التيشيرت بتاعي اتقطع، كنت من سوء حظي لابسه تحت قميص، وكويس اللي انا عملت كده وغيرت، وهو ده اللي جابني. وبعدين انا رحت خانقها من ايدي كذا وعملت كذا، وقعد يرص لك الجريمه اللي حصلت كامله. وخدت 20000 جنيه ولقيت شويه ذهب. طب فين الذهب؟ قال له انا بعت حاجه واحده معايا 20000، وقلت كل ما احتاج والدنيا تيجي عليا ابتدي اعمل ايه؟ ابتدي اصرف واعيش. قال له انت مش ندمان على حاجه؟ قال له انا ندمان طبعا، لانها ست طيبه وست كانت كويسه جدا وما عملتش معانا حاجه وحشه، وكانت بتلم الايجار وتوصله لصاحب ايه؟ لصاحب العقار. وللاسف يا حبيبي مش عارفه اقول ايه. المهم مثل الجريمه، كان بيتقدم للمحاكمه وقعد في المحكمه قاعد يمثل الجريمه بالظبط. تخيل انت تمثل الجريمه بالظبط، تعمل ايه؟ تمثل الجريمه بالظبط. طبعا الواد الدم جاري في عروقه، قام يمسك فيه
وهما بيمثلوا لحظة الجريمة. ابنها زعل جدا وقعد يعيط ويصرخ في المحكمة، قال له حرام عليك، ماما عملت لك ايه تأذيها؟ طبعا واتحكم عليه عشان يبقى عبرة لكل واحد زيه بيفكر يسرق يحلو الناس ويجي على الناس ويظلم الناس. اي حد يفكر عشان كيفه وعشان المخدرات الحياة كلها بقت منتهية. حكم عليه طبعا بالاعدام. امه فضلت تصرخ وقالت ابني مش كده، ابني كان انسان نظيف ومتعلم والكلام ده كله. خلاص ابنك بقى خلاص يا حاج. حكم عليه للاسف بالاعدام، ودي نهاية كل واحد. وبلاش نفتح الباب الشقة لأي حد أصلا. ليه يا هناء؟ عشان كله كذب وكله بلح. بلاش تفتح وتثق في أي حد، بالذات مدمن المخدرات. ممكن الحياة تنتهي على كده، الناس بتروح ضحية الناس. المهم يا بطل، لو القصة عجبتك ما تنساش ترزع اللايك لهرم مصر، تحط كومنت حلو عشان نشجع أسطورة العالم العربي. وطبعا قصتنا انتهت. هلبس عشان انا طالعه لايف، وانت بتحبني تنزل تطلع معايا لايف. الناس اللي دخلت لي على منصه اليوتيوب على التيك توك، شرف على راس الست البسيطه المصريه. ويشرفني ويسعدني ان جمهوري ومتابعيني يخشوا معايا. وخليكم ناس محترمه عشان انا ست محترمه معاكم. بلاش غلط وبلاش الاسلوب السكي والبسي واقلعي والكلام ده كله. خليكم ناس محترمه. ولو شفت اي راجل كاتب لي، بص يا لو شفت اي راجل امه جابته، والله بس حطوا لايك دلوقتي. لو شفت اي راجل امه جابته قال لي البسي واقلعي، بلاش بقى ولا افتحي كاميرا ولا يا ابني اتحدر. خليك انسان متحدر. انا هناء عمري ما فتحت كاميرا ولا صورت نفسي ولا. انتوا عارفين اي راجل بيكتب لي كده واصلا بينزل من نظري. اي راجل صوري لي نفسك، افتحي كاميرا، نفسي اشوفك، نفسي مش عارف ايه، زي ما تقول كده. انا تعبت من الكلام وتعبت من الهبل. عايزاك توفر على نفسك شويه حاجات كتار، لان انا عمري ما هعمل كده ولا عمري ما هبيع نفسي. اللي عايز يبيع نفسه كان بايع نفسه من زمان. يلا بقى، لو انت بتحبني زي ما انت بتقول هتنزل يا بطل تحط لايك لأسطورة العالم العربي، كومنت حلو للعيون المصرية. بلاش تنزل من نفسك قدامي، عشان كده كده بعمل لك حظر تعليقات على اليوتيوب. خليك انسان محترم عشان بنت مصر ما تزعلش منه. دي كانت قصتنا النهارده. لو عجبتك القصه متنساش تحط لايك وكومنت حلو.